عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا جاي لك جاهز. أنا عندي خليتي، أقسم بالله ما كلام كذب. عندي خليتي وخليتي كبيرة. عندنا في الصعيد العيلة فيها 1000 و3000 و4000. تمام. أنا عاوز أطرح عليك طرح ترجعني فيه. اتفضل. إحنا عندنا من عيلتنا 500 ولا 600 جندي في الجيش. هقنع إزاي عمي يروح يقتل ولده؟ والله أنت تصدق أنت أكتر. لحظة بس يا أستاذ أنت أكتر سيساوي ذكي قابلته النهارده، وأكتر واحد مغفل. عارف ليه؟ لا والله ما أنا أقول لك أنت مغفل ليه؟ ما أنا بقول لك مغفل ليه؟ وكذاب كمان ولجنة هبل وعبيط. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ يا أخي ما أحلف لك بالله مش لجنة ولا يا جدع بقول لك قول لي ليه؟ ليه؟ لأن أنت قلت عيلتنا كلها 1000 راجل. يهبل يا عبيط، يا دي يهبل يهبل. ما أنا بقول لك أنت هبل ليه؟ قول لي ليه؟ اتفضل يا عم. يعني يا عم باجت أنا بحكي. ما اسمع، أنا بقول لك أنت هبل، وأني لو ما أثبتلكش إن أنت هبل دلوقتي حط علي أعتذر لك. بص يا هبل، أنت قلت عليكم فيها 1000 راجل. تمام. وبعدين قلت يعني عيلتنا فيها 500 600 واحد في الجيش. ايه عليكم كلها عيال ما فيهاش رجاله ما فيهاش اطفال؟ اسماعيل ما تاخدش الكلام كده عم. لا ما انا واخده كده. ما انت اهبل. يا علي ما انا بقول لك انت حاولت تضخم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اتفضل اتكلم. ما انت دخلت حبيت تهجص علينا عيلتي كبيره. اهلا وسهلا في 1000 راجل. قول لي بقى ازاي اقنع ابن عمي يقتل ابن عمه اللي في الجيش؟ انا عندنا 500 600 واحد في الجيش. عاوزني اقنعك؟ اقنعك. بص يا حبيبي سامعني؟ سامعك بس حاجة هيقفل المايك مش عارف ليه. معلش. اخوك ابن امك وابوك لو اكل ميراثك هتعمل فيه ايه؟ هسيبه وامشي. طب ولو اغتصب مراتك هتعمل فيه ايه؟ عمري ما هقتل اخوي. لا ما احنا ما تربناش على كده. لا لو حصل لا بكرنك انا. اسمع يا استاذ. ماشي اتفضل. زنا المحارم، في زنا محارم في بلدنا ولا ما فيش؟ لا عندكم بحر مش عندنا. لا عندكم في الصعيد خلق كتير منكم ولاد حرام. لا والله الناس المسافرين بيرجع. اسمع يا بيه يا استاذ. اني يا استاذ لو كان ابن حرام عمره ما هيكون زيك. ابن حرام هيكون زيك. انا زي انا ابن حرام؟ يعني انا ابن حرام وانت ابن حلال؟ طيب ماشي. شكرا يا ابن الكلب يا واطي. ماني مش هكمل معاك. لا المال الحرام مال الصعيد، وزنا المحارم مال الصعيد، والنسوان اللي لا مؤاخذه ماليه، والسفر الكتير بينشر الذنوب الكتيره، وبعض الراجل عن حريمه بيعمل مشاكل، والفقر نشر الدعاره يا بوي. ولا انت بفكر نفسك صعيدي يعني بقيت من صحابه رسول الله؟ يعني ده الزنا كان موجود في المدينه ايام رسول الله، والرجم حصل ايام رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك افصلوا البنات عن البنين الاخوات. ليه يا رسول الله؟ عشان الامور دي وانتشار الفقر والحاجه بيخلي العيال يناموا في غرفه واحده. يعني انت هتكذب رسول الله كمان؟ يعني انا ابن حرام وانت ابن حلال، وانت ابن الحلال، وفي حد ابن حلال يطلع يدافع عن ولاد الحرام اللي شحتوه وفجروه وطلعوا ميتين امه وابوه، باعوا ارضه وعرضه؟ ده انت نفسك تتمنى يجي لك عقد في السعوديه تروح تعمل سنه واثنين وثلاثه وخمسه
طب الولية اللي مستنياك في البيت ذنبها ايه؟ لا مؤاخذة فرضها نشف. ولو هي ما تربتش والشيطان، ولو متربية والشيطان اجتهد عليها، وعيل من الجيران، عيل من اخواتك ولاد عمك، الشيطان اجتهد عليه، خلصت يا معلمة. أنا كذاب بفتري عليكم؟ روح اعمل DNA هتلاقيكوا بزراميت. هو يا ابني الحال بقى محال. أنا مين يا أستاذ؟ يا عرة الصعيد، يا مبولي تجيب لي يا ابن الكلب يا واطي.